السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في رابعة ابتدائي، معكم مس مروة مكملة بإذن الله دروس الدراسات الاجتماعية الترم الأول. خدنا محافظة مصر وعرفنا محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه الإبلي، محافظات الحدود. كمان خدنا علم مصر، وده جزء من درس رموز بلدي. بإذن الله هناخد النهاردة الجزء الثاني من درس رموز بلدي، وهو هناخد في إشعار المحافظة ومظاهر الاحتفال بالعيد القومي والعيد القومي لمحافظة القاهرة. يلا بينا نبدأ على طول. ايه هو شعار المحافظة؟ زي ما ان مصر علم بيميزها عن غيرها من دول العالم، بيميزها عن السودان، بيميزها عن السعودية، عن قطر، عن البحرين، عن الجزائر. لكل محافظة من محافظات مصر، سواء كانت وجه بحري، وجه إبلي، محافظات حدود، شعار بيخصها بيميزها عن غيرها من بقية المحافظات. طب تعالوا بينا نشوف ايه هو الشعار ده. هو عبارة عن راية كل محافظة بتاخدها كرمز ليها عشان تعبر عن نشاط سكانها أو جزء من تاريخ. عندي مثلا محافظة القاهرة، القليوبية، أسيوط، أسوان، اسكندرية. كل محافظة بقى من محافظات مصر لها راية بتميزها عن غيرها. طيب ليه المحافظة خدتها؟ عشان تعبر عن نشاط سكانها. في عندي نشاط زراعي، في عندي نشاط صناعي، في عندي نشاط تجاري، في نشاط ثقافي، أو تعبر عن جزء من تاريخها، في ذكرى انتصار في حرب أو معركة من المعارك، انتصار في ثورة، أو ذكرى إنشاء أي حدث تاريخي أو جزء من تاريخ المحافظة دي، بنعبر بيه باستخدام الشعار اللي بيخص المحافظة. شعار المحافظة ده بنرفعه فين؟ على مبنى المحافظة. كل محافظة فوق المبنى بتاعها شعارها اللي بيخصها. كمان في العيد القومي الخاص بالمحافظة بيتم رفع الشعار ده. شعار محافظة القاهرة عندي فيه حاجتين. أول حاجة الجامع الأزهر، وده من أشهر الجوامع اللي موجودة في محافظة القاهرة. مكتوب فيه تحت كلمة القاهرة اللي هي محافظة القاهرة. كمان موجود في خلف الجامع شمس ساطعة، بتأكد لنا ان الجامع الازهر هو منارة الاسلام في العالم، يعني هو اللي بيساعد على نشر الاسلام بين دول العالم المختلفة. يبقى عندي محافظة القاهرة شعارها بيضم الجامع الازهر، وده اشهر الجوامع فيها. كمان بيضم اسمها اللي هي القاهرة، ويدل الشمس اللي فيه بتدل على ان الجامع ده اللي هو الازهر هو المنارة اللي بتنور العالم بنشر الاسلام فيه. طيب امتى بيكون العيد القومي للمحافظة؟ زي ما ان لكل محافظة شعار او راية بيميزها، لكل محافظة من محافظات مصر عيد قومي خاص بيها، يوم مميز هي بتحتفل بيه. طيب يا ترى العيد ده بيرتبط بايه؟ يا اما بحدث تاريخي زي ما قلنا ذكرى انتصار في معركة، ذكرى ثورة، او في حاجة حصلت، ذكرى مهمة حصلت، ذكرى انشاء. يبقى عندي كل محافظة عيد قومي بيرتبط يا اما بحادث تاريخي حصل فيها، ذكرى انتصار في ثورة او في معركة، او ذكرى انشاء مثلا. يعني عند القاهرة بتحتفل بعيدها القومي كل سنة يوم 6 يوليو، 6/7 في كل سنة. طيب نتيجة ايه؟ يعني ليه بالذات اختاروا اليوم ده كعيد قومي للقاهرة؟ عشان هو اليوم ده القائد جوهر الصقلي حط حجر اساس او انشاء مدينة القاهرة سنة 969، ومن هنا اتخذوا اليوم ده عيد قومي. يوم اسمه عيد إنشاء أو عيد القومي للقاهرة، عيد أو ذكرى إنشاء المدينة اللي أصبحت عاصمة مصر. طيب ازاي بقى بيتم الاحتفال بالعيد القومي ده؟ كل محافظة من محافظات مصر بتحتفل بالعيد عن طريق 4 حاجات. اول حاجة ان هم بيزينوا وبيجملوا الميادين والشوارع. كل مدينة وكل محافظة فيها ميادين وشوارع اساسية، هم بيجملوها بيزينوها عشان تبان في احلى صورة. كمان بيعملوا مهرجانات، احتفالات، مسابقات، وبيرفعوا علم مصر وشعار محافظة اللي بيحتفلوا بعيدها القومي. مش بس كده، المحافظ بيفتتح مشروعات عشان تخدم أبناء المحافظة اللي بيحتفلوا بعيدها القومي. وبكده يا حبايبي خدنا درس رموز بلد، قسمناه على جزئين. أول جزء خدنا علم مصر بالتفصيل، والنهاردة كملنا درس رموز بلدي بأن خدنا شعار المحافظة، وخدنا أماكن رفع الشعار ده، وخدنا شعار محافظة القاهرة والاحتفال بعيدها القومي، وخدنا مظاهر الاحتفال بالعيد القومي لكل محافظات مصر. ما استنون ان شاء الله في دروس وحصص جايه. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلكم الدروس والاسئله اللي جايه. كانت معاكم مس مروه، اشوفكم باذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.